في لحظة معينة بتبقى قاعد فيها لوحدك بعد ما كل حاجة خلصت، بس مش قادر تفهم ازاي وصلت للنقطة دي. تبص حواليك كل حاجة باهتة، حتى وشك في المراية مش باين زي الأول. تحس انك مش متأكد مين انت أصلا. زمان كنت بتضحك من قلبك، كنت بتتكلم براحتك، كنت بتقول لأ لما تحب. دلوقتي بقى عندك خوف غريب من انك تزعل حد او تقول رأيك او حتى ترتاح من غير ما تبرر. ده مش ضعف، وده مش معناه انك اتكسرت. ده اللي بيحصل لما تفضل وسط ناس بتحب السيطرة عليك، ناس بتتغذى على تحكمها فيك، بيخلوك تشك في نفسك، في إحساسك، في صوتك، لحد ما تبقى عايش بنسخة مش بتاعتك. النهاردة الحلقة دي ليك انت، عن ازاي ترجع نفسك خطوة بخطوة، ازاي ترجع صوتك وترسم حدودك من جديد، وتستعيد الشخص اللي كان جواك زمان، اللي اتأذى من النرجسي بس عمره ما انتهى. أهلا بيكم. المرحلة الأولى في مراحل التعافي اللي بتمر بها هي الألم اللي ما كانش حد مصدقه. في ناس دلوقتي سمعاني لسه جواهم حالة من الإنهاك النفسي المزمن، حالة مش ظاهرة للناس لكن مؤثرة على كل تفصيلة في حياتهم، مش بسبب حادث واضح أو لحظة صادمة واحدة، لكن بسبب تراكم مستمر لتجارب نفسية فيها تلاعب، تحكم، وتقليل من القيمة الذاتية. النوع ده من الألم النفسي بيخلي الإنسان يعيش حالة من الاستنزاف النفسي، وده بيحصل لما تفضل لفترة طويلة في علاقة بيتم فيها تشويه إدراكك لنفسك. كنت بتحاول تقدم أفضل ما عندك، لكن الطرف التاني كان دايما يعيد تعريفك لنفسك بطريقة تخدم تحكمه فيك. مع الوقت دماغك بيبدأ يتبرمج على إنك السبب، وإن أي خطأ أو فشل ناتج عنك أنت. ساعتها بتبدأ تسأل السؤال اللي بيغير مسار حياتك النفسية كلها: هروح فين بعد كده؟ السؤال ده مش مجرد حيرة، ده مؤشر على بداية الوعي بالصدمة اللي سببها النرجسي. اللحظة دي بتكون أول خطوة في استعادة التنظيم النفسي، لأنك بتتحرك من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الاعتراف بالمشكلة وتحديد مصدرها. هو اللي حصل ده طبيعي؟ تبدأ تسأل نفسك، ولما الإجابة تكون لأ مش طبيعي، ساعتها بتبدأ إعادة بناء ذاتك. وتاني مرحلة بتبدأ لما تفهم الماضي بدل ما تحاول تعيده من تاني. في المرحلة دي بيبدأ التحول الحقيقي. الإنسان بعد الصدمة بيسأل نفسه تلقائيا: إزاي أرجع اللي اتكسر؟ إزاي أصلح اللي حصل؟ لكن الحقيقة إن الماضي لا يمكن تغييره. اللي نقدر نعمله هو نفهمه ونفك رموزه عشان نقدر نتعامل مع التجربة في سياقها الطبيعي في دماغنا. الشخص اللي أذاك مش هيتغير لمجرد أنك استوعبت الألم. النرجسي مش هيكتشف ضميره فجأة، لأن ضميره في الأساس ما اشتغلش بطريقة سليمة. هو بيعيش داخل منظومة مغلقة هدفها الحفاظ على الصورة مش الحقيقة. عشان كده العدالة في المرحلة دي مش انتقام ولا حتى اعتراف من النرجسي بالذنب. العدالة النفسية الحقيقية إنك تسترد السيطرة على تفسيرك للأحداث، إنك تفهم إن اللي حصل ليك مش عقاب ولا نتيجة ضعف، لكن تجربة نفسية أليمة محتاجة منك تعيد ترتيبها في دماغك. وده أول مؤشر على التعافي، إنك تبدأ تشوف الماضي مش كعدو، لكن كجزء من حكايتك الإنسانية اللي تقدر تفهمها وتكمل بعدها بوعي واتزان. ثالث مرحلة هي استرداد حدودك النفسية. بعد ما تبدأ تفهم التجربة من منظور واقعي، بيظهر نوع جديد من الصراع الداخلي. صوت جواك بيقولك: يمكن أنا كنت قاسي، يمكن المفروض أعتذر، يمكن أرجع وأوضح موقفي. أنت مش مدين لحد بأي شيء يخص شفائك النفسي، لكن الحقيقة العلاقات المؤذية بتشتغل على مبدأ الدين العاطفي، إنك دايما تحس إنك مطالب تبرر، تشرح، تصلح أو تتحمل، وده بيحافظ على دايرة التلاعب شغالة. لكن في لحظة الوعي لازم تفك الارتباط النفسي ده. مش مطلوب منك تبرر انسحابك العاطفي أو الفعل من علاقة مؤذية، ولا تستمر فيها علشان تحافظ على صورة اجتماعية. النرجسي هيحاول يبين العكس، هيقول إنك أناني أو جاحد أو إنك بتضخم الأمور، لكن دي مجرد محاولة لاستعادة السيطرة بعد ما فقدها. الخطوة المهمة هنا هي استعادة الحدود النفسية، وهي لحظة بتبدأ فيها تقول لجهازك العصبي: أنا في أمان دلوقتي، مش محتاج أبرر استردادي النفسي.
الجملة دي بتلخص التحول بالكامل. دي مش أنانية، دي إعادة ضبط للميزان النفسي بينك وبين ذاتك. ورابع مرحلة في التعافي بتبدأ لما تعرف إنك مديون لنفسك مش لحد تاني. في مرحلة التعافي بتكتشف إن في دين واحد فعلا لازم تسدده، بس مش للآخرين، لنفسك. أنت مديون لنفسك بالاحترام، بإنك تتعامل معاها ككيان يستحق الأمان والكرامة. مديون إنك تبني حدود واضحة وتعبر عن مشاعرك لما تتأذي بدل ما تكبتها. مديون إنك توقف أي تفاعل يستهلك طاقتك النفسية، حتى لو الثمن هو الانسحاب من دوائر قديمة. وده مش فعل أناني زي ما النرجسي بيصور لك. مش مطلوب منك الكمال، لكن مطلوب وعي بنفسك من تاني. عشان تقدر تعيش مش لازم تمسح الذاكرة، لكن لازم تتعافى من آثار التجربة دي. الشفاء الحقيقي مش إنك ترجع زي ما كنت، لأن النسخة القديمة اتأذت واتغيرت. الشفاء هو إنك تبني النسخة اللي عندها وعي واتزان وإدراك لقيمتها بدون ما تستنى تصديق من الخارج. خامس مرحلة بتكون على شكل سؤال واحد عن الغفران. ناس كتير بتسأل: هل لازم أسامح اللي أذاني؟ السؤال ده مش عن التسامح، بل عن التحرر والتعافي. الغفران الحقيقي مش إنك تبرر للنرجسي سلوكه، لكن إنك تفصل ارتباطك النفسي والعاطفي عنه. الهدف مش إنك تنسى ولا تتصالح، لكن إنك توقف استنزاف طاقتك الذهنية في التفكير في النرجسي، وتبدأ تصلح الأثر اللي سابه. الكره زي الحب، هو لسه ارتباطه بالنرجسي حتى لو سلبي. وأنا بتبنى مقولة: عندما لا أحبك ولا أكرهك فأنت لا شيء. كل مرة تفكر في الانتقام أنت فعليا بتديه قيمة ووقت ومجهود، وترجع بنتيجة عكسية. التسامح هنا اختيارك إنك تمنع الماضي من إدارة الماضي، وده مش ضعف، ده نضج نفسي، لأنك مش بتهرب من الألم، أنت بس بطلت تخليه يسيطر عليك. سادس مرحلة هي التحكم في استجابتك للنرجسي بعد التعافي. بعد ما تبدأ تتعافى وتستعيد توازنك، النرجسي في الغالب بيظهر تاني وبيحاول يرجع، مش بدافع الحنين أو الندم، لكن بدافع الفضول والسيطرة. عشان يعرف هل لسه له تأثير، هل يقدر يعيد تشغيل التلاعب مرة أخرى. هيبدأ يقلل منك، يشككك في نواياك، أو يثيرك بكلمات محسوبة. لكن في المرحلة دي المفروض رد فعلك يتغير. مش المطلوب الغضب، لأن الغضب بيغذي النرجسي وبيغذي تلاعبه. المطلوب الاستجابة الواعية، حالة من الهدوء المبني على الفهم. النرجسي بيتغذى على رد فعلك العاطفي، فلما توقف التفاعل بيتوقف الإمداد. يعني ببساطة إنك توقف المشاركة في دايرة غير صحية. قل لنفسك وقتها: تحليله مش مهم، رأيه ما يهمنيش، وحتى لو اتأثر فده بهدف السيطرة من تاني، مش بدافع الندم. كل مرة تحس إنك عايز تثبت له إنك بقيت أفضل، افتكر إنك كده بترجع لنفس الفخ اللي حاولت تتخلص منه. قصة النرجسي في حياتك انتهت من اللحظة اللي قررت فيها تسحب طاقتك وتتعافى. الهدوء هنا مش ضعف، ده أعلى شكل من التحكم في الذات. إنك تختار السلام بدل الصدام، والوعي بدل رد الفعل، وده بيقودك لمرحلة الثبات النفسي وإعادة بناء الذات. المرحلة دي مش عن النرجسي خالص، دي عنك، عن الشخص اللي خرج من تحت أنقاض علاقة مؤذية وبدأ يبني نفسه من جديد خطوة بخطوة على أساس الوعي مش الاحتياج. هتكتشف إن التسامح مش معناه إنك نسيت، لكن إن الذكرى بقت محايدة، ما بقاش فيها وجع ولا خوف. هتعرف إن قيمتك مش محتاجة تصديق من حد، وإن حبك لنفسك مش أنانية، ده وعي ومسؤولية. من اللحظة دي أنت بتتعافى من النرجسي، بتسمح لنفسك تتشافى وتبقى نسخة أقوى، بتسترجع اتزانك وبتختار إنك تعيش بحرية بعيدا عن أي تلاعب أو سيطرة نرجسية. وساعتها أول ما تشوف النرجسي بيحاول يقرب تاني، مش هتحس لا بغضب ولا بحنين، هتحس باتزان كأنه مش موجود. وده ببساطة هو التحرر الحقيقي. الشخص اللي أذاك ما كانش قادر يعيش بمعاني زي الكرامة أو الاحترام الذاتي، لكن أنت تقدر، لأن الوعي اللي خرجت بيه من التجربة دي هو جوهر التعافي. الكرامة مش خاصية تمنح أو تسلم، هي نظام داخلي من الإدراك والاختيار. كل مرة تبص لنفسك في المراية وتقول: أنا اتأذيت لكن ما انتهتش، كنت ضحية لكن بقيت ناجي. أنت بتعيد ترميم نفسك بعد الأذى النرجسي. من النهاردة لما تفتكر التجربة ما تشوفهاش كقصة ألم، لكن كعملية إعادة ميلاد نفسية. يعني إيه؟
تحول من السيطرة النرجسية إلى الوعي. التعافي مش إنك تنسى اللي حصل ولا إنك تبقى زي زمان، التعافي إنك تبص على أذى النرجسي وتفهمه وتعرف إزاي تبني نفسك من تاني من غير ما تسيب الألم يقودك. التعافي مش لحظة، دي عملية إعادة ضبط للنفس، للعلاقات، ولطريقة إدراكك للحياة. في أيام هتحس إنك بتتقدم وأيام تانية هتحس إنك مش قادر تتعافى، وده طبيعي. بس الحقيقة إن كل خطوة حتى لو صغيرة هي جزء من طريق طويل اسمه التحرر النفسي. شاركونا التعليقات.